هو ايه بقى قصة احمد فتوح؟ باختصار كده يا سادة، المشكلة بدأت امبارح لما احمد فتوح وعبد الله جمعة بعد ما وصلوا استاد القاهرة بيسيبوا الاستاد وبيمشوا، فبيطلع مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك مع الداخلية بيهدد بانسحابه بالدوري، وكمان بيتكلم على الواقعة دي وبيقول لك انهم مشيوا وهربوا لما عرفوا ان في تحليل منشطات بعد المباراة، وان هم كانوا بيتعاطوا المخدرات او بالمعنى البلدي بتاعنا شاربين حشيش. مش بس كده، ده بيقول عنهم كمان وبيقول على احمد فتوح كمان بالاخص ان هو بيعمل علاقات مشبوهه. احمد فتوح بيطلع وبيرد وبيقول ان هو عنده نزله برد من مباراه الزمالك واسوان، وان فيريرا استبعده بسبب نزله البرد دي من مباراه الزمالك والداخليه. ده كان تبرير احمد فتوح. في اقاويل قالت ان احمد فتوح قريب من النادي الاهلي وقريب من ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي. الحقيقه هتكون صفقه قويه جدا، خصوصا ان هو يعني ممكن نقول افضل باك شمال مصري حاليا، فان هو يجي النادي الاهلي فدي هتكون صفقه مهمه جدا جايه من الغريم التقليدي بتاعك ولاعب برضو على مستوى عالي. كمان مرتضى منصور بيقول ان هو في معاه مقاطع لاحمد فتوح. يعني هي كعاده مشاكل نادي الزمالك ابتدينا نشوف نفس اللي كان بيحصل زمان بعد اي تعادل بعد اي تعثر. مفيش تفكير في ازاي احل المشكله، مفيش تفكير في ازاي اعالج المشكله. انا اطلع اهدد بالانسحاب، انا اطلع اتكلم عن لعيبتي واعريهم كده بمعنى اصح للاعلام وللفضائيات عشان نشوف ان الصحف البرتغاليه بتتكلم بشكل مش كويس جدا. الصحف البرتغاليه بتاخد تصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور على ان فعلا في لعيبه في نادي الزمالك الكبير وفي الدوري المصري بيشربوا مخدرات وبيشربوا حشيش وبيعملوا كذا وكذا. هنا مش بيقولوا ان في احتماليه ان ده يكون موجود او ان عندهم تقارير بتقول ان ده يكون موجود، لا ده هم طالعين بياكدوا بناء ان مفيش اي حاجه تاكد ان ده بيحصل اكتر من تصريحات رئيس النادي بنفسه. يعني خدوا تصريحات رئيس النادي وطلعوا اكدوا بيها. فشكل الدوري المصري ايه قدام العالم؟ شكل نادي الزمالك ايه قدام العالم؟ تصرف غريب جدا، تصريحات غريبه جدا. فكر في المشكله، عالج المشكله. ليه تطلع تهاجم ده وتهاجم ده؟ ليه تطلع تهدد بالانسحاب؟ طب ما النادي الاهلي بيتعادل بيخسر، بيحصل مشاكل كتير جدا الفتره الاخيره كلنا عارفينها. الاداره شغاله في صمت، الجمهور بيهاجم برضو، الاداره شغاله في صمت، الدنيا كلها جايه على النادي الاهلي برضو الاداره شغاله في صمت بتعالج المشكله. لدرجه ان بعد هزيمه او تعادل الاهلي وفوز الزمالك على الاسماعيلي نشوف ان الناس بتتكلم ان خلاص الدوري في 100 حقبه. اصبح الحال متبدل دلوقتي، النادي الاهلي متصدر بفارق 5 نقط عن نادي الزمالك. فانت من المفترض انك تعالج المشكله، ما يحصلش كل ده، ما يحصلش كل البلبله دي، الامر ما يتطورش ان الصحف العالميه تكتب عن ان في لعيبه في الدوري المصري بتتعاطى وبتشرب الحشيش في الدوري المصري وفي نادي الزمالك. مش مستاهله كل ده ابدا. هل هنشوف فيريرا خارج الزمالك؟ هل هنشوف احمد فتوح بقميص النادي الاهلي؟ هل فعلا كلام مرتضى منصور عن احمد فتوح بانه بيشرب حشيش ومخدرات صحيح؟ هل كل اللي شفناه من امبارح النهارده ده صحيح وهيحصل؟ هل نادي الزمالك هينسحب من الدوري اصلا ولا لا؟ كل دي اسئله هستنى منكم الاجابه بتاعتها في الكومنتات. ودي باختصار كانت القصه بتاعت احمد فتوح او الحوار اللي داير من امبارح للنهارده على احمد فتوح. حلقتنا خلصت، اشوفكم على خير، سلام.